هلو يا حلوين، اهلا بيكم في فيديو جديد. وبجد وحشتوني قوي قوي. النهارده الفيديو اللي انتوا دايما تطلبوه مني على الانستجرام، على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب، هنا دايما تقولوا لي خسيتي ازاي ووصلتي من كده لكده في وقت قياسي جدا. طبعا اللي متابعني من زمان وشايف فيديوهاتي القديمه بتاعه اليوتيوب عارف انا كنت عامله ازاي، وكنت يعني تختوخه شويه ازاي، ودلوقتي بقت عامله ازاي. وكمان طبعا صوري برضو على الانستجرام قبل وبعد وكل الحاجات دي. فانتوا كلكم سالتوني ازاي وعملت ايه وكده، فانا النهارده هطلع اتكلم على الموضوع دون. فلو انتوا مهتمين بالموضوع ده تابعوا الفيديو لحد الاخر، وما تنسوش تعملوا لايك تحت الفيديو ده علشان تدعموني عشان انزل كل فيديو انتوا بتطلبوه مني. وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، اهم حاجه عشان اي فيديو جديد بنزله يوصل لكم اشعار ان انا نزلت الفيديو الجديد دون. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على التيك توك وعلى الانستجرام، هسيب لكم اللينكات كلها تحت في الديسكربشن بوكس في اول كومنت عشان تروحوا تتابعوني هناك. ويلا بينا نبتدي مع بعض. اوكي حلوين، خلينا بس متفقين او نبتدي الاول بان كل واحده فينا قمر بشخصيتها مش بشكلها او بشكل جسمها او عامل ازاي او كده. احنا مش بنعمل حاجه علشان نرضي الناس، احنا بنعمل حاجه عشان احنا نكون مبسوطين بنفسنا ونكون عندنا ثقه بنفسنا اكتر، وما نخليش موضوع التخن والخسسان ده ياثر على ثقتنا بنفسنا او ياثر علينا في اي حاجه. فحبيت بس اوصل المعلومه دي لكل حد بيتفرج عليا علشان بجد كل واحده قمر بشخصيتها. وهتلاقوا بجد يعني هتلاقوا بنات كتيرة تخان ودمها خفيف جدا جدا جدا، وبجد يعني قطعة من السكر. وهتلاقي بنات كتيرة رفيعة بجد ويعني ما يتقبلوش او يتبلعوا كده من الزور. فمش بنتعامل مع الشخص اللي قدامنا على حسب جسمه، احنا بنتعامل معاه على حسب شخصيته وعلى حسب هو روحه عاملة ازاي، بس مش اكتر. خلاص، دي اول حاجة متفقين عليها. تاني حاجة برضو خلينا متفقين عليها ان مفيش حاجة اسمها اعمل دايت قاسي، او اعمل دايت مثلا النهارده وبعدين اخلص الدايت وارجع بقى اكل اللي انا عايزاه. احنا لو هنعمل دايت هنعمل الدايت ده كلايف ستايل بالنسبه لنا، خلاص هنفضل ماشيين عليه طول حياتنا عشان دي حاجه احنا اتعودنا عليها، مش عشان احنا عاملين دايت عشان نخس علشان بعد كده نروح ناكل اللي احنا عايزينه. ده مش هيبقى اسمه دايت، ده هيبقى اسمه حرمان، او هيبقى اسمه ان احنا حرمنا نفسنا علشان بعد كده هننفجر وهنروح ناكل كل حاجه نفسنا فيها. فانا مش عايزه ان احنا نوصل للدرجه دي. انا طبعا بصوا كل المعلومات دي اكتسبتها بسبب ان انا عملت الدايت يعني او كده، وده اللي حصل معايا. فانا بقول لكم اللي حصل معايا، انا مش اخصائيه تغذيه ولا اي حاجه، انا هقول لكم كل حاجه حصلت معايا وعملتها. فزي ما قلت لكم خلينا متفقين مفيش حاجه اسمها دايت علشان نعمله نخس وبعدين بعد ما نخس نروح ناكل اللي احنا عايزينه، اوريدي هنتخن تاني. تمام. تالت حاجه بقى خلينا متفقين عليها قبل برضو ما نبتدي الفيديو عشان دي حاجه مهمه جدا، ان هو النظام اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ما ينفعش مرضى السكر، مرضى الضغط الواطي، كبار السن، الحوامل والمرضعات، وكمان الاطفال. ما ينفعش اي حد من الحاجات دي ان هو يعمل الدايت ده علشان ما يتعبش. اللهم اني حذرت علشان ما حدش لو حصل له حاجه يجي يقول ناردين قالت كذا. فانا بقول اهو اي حد من الناس دي ما يعملش الدايت ده خالص. خلينا بقى ندخل على ايه النظام اللي انا عملته. اول حاجه انا عملت نظام اسمه نظام الصيام المتقطع. طبعا انا بعد ما ادركت، انا طبعا عايزه اقول لكم ان انا وقت ما كنت تختوخه يعني او تخينه شويه، انا عمري في حياتي ما وصلت للدرجه دي، او عمري في حياتي ما كنت وصلت لدرجه التخن دي نهائي. فاوريدي ما كنتش حاسه ان انا تخنت اصلا، يعني ما كنتش حاسه بتخني، كان بالنسبه لي عادي وكنت ماشيه وكل ثقه في نفسي وكنت بقعد اتصور واعمل ولا في دماغي اي حاجه. بس حصل موقف كده هو ده اللي خلاني اخد بالي في ان انا تخنت حرفيا فمش هقدر احكي لكم عليه هنا. فبس هو ده اللي خلاني اخد بالي، وقلت خلاص اخدت قرار من اليوم ده ان انا لا لازم اخس وارجع تاني ناردين الفنطعه اللي انا عارفاها يعني. المهم مشيت على نظام اسمه الصيام المتقطع. احنا طبعا اكيد سامعين عن النظام دون. هو النظام المفروض انتوا بتمشوا عليه بكده بكذا عدد ساعات معين، بتقعدوا تزودوا في عدد الساعات كل ما بتتعودوا على الصيام اكتر، كل ما بتزودوا في عدد الساعات اكتر. عايزه اشرح لكم برضو نظام الصيام المقطع عباره عن ايه علشان برضو الناس اللي ما تعرفش هو عباره عن ايه. هو عباره عن زي صيام رمضان كده، اللي هو بتفضلوا صايمين طول النهار وتفطروا مثلا على المغرب او حاجه. بس احنا مش هنعمله بالنظام ده، يعني احنا هو انا بفهمكم بس هو عامل ازاي او شبه ايه، ولكن احنا مش هنعمله بالنظام ده. تمام. انا كنت بصوم قد ايه؟ كنت بصوم 16 ساعه. هو المفروض الطبيعي ان انتوا تبتدوا الصيام 14 ساعه، تصوموا 14 ساعه، وبعدين لما تتعودوا شويه على 14 تزودوا في 16 وهكذا، تقعدوا تزودوا كل ما تتعودوا اكتر.
بس انا علشان بقى كنت عايزه اخس بسرعه، قمت رايحه مبتديه بال 16 ساعه على طول من غير ما ادخل في ال 14 ساعه اللي قبلها. تمام، ابتديت بال 16 ساعه، وهو كان يعني بالنسبه لي حاجه يعني صعبه قوي ان انا اقدر استمر عليها، لان اوريدي معدتي يعني قد كده مثلا. فاللي هو لما اكل لها حاجات قد كده فاوريدي بفضل جعانه طول اليوم، ودي حاجه متعبه. فعلشان كده بنصحكم ان انتوا لو هتبتدوا ابتدوا بالعدد الساعات القليل الاول، اللي هو هتصوموا 14 ساعة وقدامكم 10 ساعات تاكلوا فيهم براحتكم. تمام، فانا بقى عملت ايه، ابتديت بال 16 ساعة وكان قدامي بس 8 ساعات اكل فيهم اللي انا عايزاه. طبعا كنت باكل فطار وغدا وعشاء، بس كنت طبعا يعني ماشية على النظام بقساوة شوية. انا مش بنصح حد يعمل كده، بس انا علشان كنت عايزة اخس بسرعة، علشان خلقي ضيق، اللي هو عايزة اشوف نتيجة بسرعة خلاص، كنت ببتدي نظام بقساوة شوية. لكن هو النظام الصيام المتقطع الطبيعي ان انتوا ما تبتدوش اللي انا بقوله ده. تمام، انا كنت ببتدي مثلا في الفطار اكل مثلا بيض مثلا او حاجة، ممكن مع ربع رغيف عيش. فاجي في الغدا مثلا اتغدى بروتين، اللي هو مثلا بروتين برضو، يعني الصبح بروتين بيض. باجي مثلا في الغدا اتغدى مثلا صدر فرخه، قبلها طبق سلطه كبير كده بقعد اكل فيه لحد ما احس ان انا هنفجر بقى من كتر الاكل. بس على فكره يعني هو بس الاحساس ده بيفضل بتاع نص ساعه كده وتحسوا بجوع تاني، فمش عارفه ليه. بس انا كنت باخد طبق السلطه الكبير ده عشان برضو ابقى ادخل عناصر غذائيه في الدايت بتاعي. خلصت الطبق السلطه، ببتدي بقى بعدها بنص ساعه اكل بقى الصدر الفرخه مثلا، مع لو في خضار مثلا 3 4 معالق رز، وخلاص مع الخضار يعني. وفي العشاء مثلا زبدية وخلاص كده. قطعت السكريات نهائي مرة واحدة. طبعا الموضوع ده برضو كان عارفين اللي هو إحساس انسحاب السكر من جسمي كان صعب جدا. فكان نفسي دايما على طول في حاجة مسكرة، هموت على شوكولاتة، هموت على سكريات، مش قادرة. كنت في الحالة دي بقى بعمل ان انا بشرب حاجات سخنة بس من غير سكر، يعني مثلا نعناع، ينسون، الحاجات اللي هي زي كده من غير سكر. فده النظام اللي انا كنت ماشيه عليه. بس انا بنصحكم ان انتوا تبتدوها واحده واحده، علشان بس ما يحصلكوش تضرب مره واحده في الدايت، علشان انتوا لو حسيتوا بالدروب دون مش هتعملوا دايت في حياتكم. فهي بس الموضوع عايز بس شويه صبر، بس هتلاقوا نتائج حلوه في الاخر. فانا عايزاكم في الاول تبتدوا بنظام ال 14 ساعه ده، وقدامكم 10 ساعات تاكلوا فيهم، توزعوا الوجبات بتاعتكم براحتكم على العشر ساعات. يعني هنبتدي نفطر مثلا براحتنا، بيض، اي حاجه يعني اللي انتوا عايزينها. على فكره الصيام المتقطع مش بيحدد لكم تاكلوا ايه بالظبط، هو عادي ممكن تاكلوا اللي انتوا عايزينه، بس اهم حاجه تصوموا العشر ساعات، وهقول لكم ليه. انتوا ممكن تاكلوا اللي انتوا عايزينه، بس تصوموا ال 14 ساعه او 16 ساعه او 18 ساعه وهكذا. تمام، فانا زي ما قلت لكم ابتديت ب 16 ساعه، وبعدين بقى مثلا في الغدا بقى كنت بنوع بقى شويه. مثلا ساعات ما كانش ليا نفس الاكل اللي هو البروتينات وكده، كنت مثلا ببتدي افطر بزبادي او حاجه، وبتغدى مثلا جبنه قريش، وبقعد اعملها طرق في طرق كده، بقعد اعملها بالجبنه قريش، لو عايزينها هنزلها لكم على تيك توك. فبعمل مثلا جبنه القريش بكذا طريقه عشان ما احسش بالزهق. وفي نفس الوقت كنت باكل العيش السن اللي هو الاسمر ده مع الجبنه القريش، وجنبها طبعا طبق سلطه كبير قد كده زي ما قلت لكم. وفي العشاء برضو كنت بقعد اتعشى بقى خيار وتفاح ومش عارفه ايه الحاجات اللي هي زي كده، يعني ساعات يعني مش كل الوقت. تمام، ممكن لو نفسي هفتني على حاجه بقى مسكره قوي ببتدي بقى ادخل الفاكهه، يعني مثلا اكل مثلا تفاح، اشرب برتقان، اكل مثلا يستفندي. الحاجات اللي هي ما تبقاش مسكرة قوي زي مثلا العنب والحاجات دي، كنت بحاول اقلل منها على قد ما اقدر، علشان ما بقاش برضو مدخله سكر زياده لجسمي. انا مش عايزه جسمي ياخد سكر كتير عشان برضو يعرف يحرق، فاهمين؟ فاخدت مصدر السكر بتاعي من الفاكهه، علشان اقدر بس اسيطر على حته الاحساس ان انا دايما عايزه سكريات. ده حاجه انصحكم بيها ان انتوا تعملوها برضو. طول ما دماغكم طالبه سكريات، كلوا فاكهه، او تشربها بقى حاجات سخنه. حاجات سخنه اصلا مش هتعمل حاجه، بس الفاكهه هي اللي هتعوض، يعني فاهمين، هتعوض نظام السكر اللي انتوا محتاجينه ده. بس دي الحاجه اللي انا كنت بعملها بعد بقى ما جسمي شويه. طبعا اول فتره دي كانت صعبه جدا، لان زي ما قلت لكم ابتديت بال 16 ساعه، فكانت صعبه جدا عليا. بعد بقى ما اتعودت شويه على نظام ال 16 ساعه ده، ابتديت بقى ادخل في نظام ال 18 ساعه، ان انا اصوم 18 ساعه وقدامي 6 ساعات بس اكل فيهم.
طبعا 6 ساعات دي بالنسبة لحد بيفطر ويتغدى ويتعشى فترة قليلة جدا، بس هي دي الماكسيمم بتاعكم. ما تزودوش عن كده، ما تزودوش ال20 ساعة وتصوموا 4 ساعات، عشان ده مش هتعرفوا تاكلوا فيه أي حاجة نهائي. في آخركم في نظام الصيام المتقطع هو 18 ساعة، فعشان كده بقول لكم ابتدوا بالتدريج، هيبقى الموضوع حلو قوي معاكم. وصلت بقى نظام ال 18 ساعة، بقى قدامي بس 6 ساعات اكل فيهم. اوريدي معدتي بعد مثلا ما كانت قد كده صغرت، مثلا بقت قد كده، بقيت انا بقى كلها حاجة قد كده. فاهمين الفكرة؟ مبقاش فيه جوع زي الاول كتير، بس بقى يعني قدرت اسيطر عليه شوية. هقول لكم دلوقتي برضو على كذا حاجة هتعملوها في وقت الصيام، وهقول لكم على كذا حاجة برضو. اول حاجة معانا ان احنا وقت الصيام بتاعنا بيكون داخل في وقت نومنا. يعني احنا مثلا بننام 8 ساعات في اليوم، هنحسب مثلا قبل ما ننام ب4 ساعات مثلا ما ناكلش، وهنكمل نومنا بعد يعني 4 ساعات دول. هنكمل نومنا بقى طول الليل ال8 ساعات دول، وهنصحى بقى مثلا هنحط برضو ساعتين 3 4 على حسب بقى انتوا محددين هتصوموا كام ساعة، برضو ما تاكلوش. تمام؟ يبقى انتوا كده خلصتوا ال 16 او ال 18 ساعة او ال 14 ساعة بتوعكم، وقدامكم بقى ان انتوا تفطروا وتاكلوا اللي انتوا عايزينه. فاهمين؟ يعني هندخل النوم وقت الصيام، ما تجوش تصومولي وقت طول النهار والليل تقعدوا تاكلوا. مش عايزه انا كده، انتوا هتصوموا بس ايه زي ما فهمتكم. هندخل النوم وقت الصيام بتاعنا. الصيام ده مسموح فيه ان انتوا تشربوا ميه عادي براحتكم، ان انتوا تشربوا مشروبات سخنه براحتكم، جميع المشروبات السخنه ما عدا القهوه، واي مشروبات سخنه ممكن تكون تحتوي على السكر زي القرفه مثلا. بس هنمنع السكريات تماما في المشروبات، مش هنشرب اي مشروب فيه سكر. الفكره هنا ليه هنمنع السكريات في المشروبات؟ علشان خاطر السكر لما بيدخل جسمنا بيوقف الحرق بتاع الجسم، فلما هنوقف حرق جسمنا فالجسم كده بيفتكر ان دخله اكل، فهيوقف حرق، مش هيحرق، وهيبتدي ياخد من السكر ده ويحرق. فاهمين؟ فانا مش عايزه كده نهائي. هناخد بس المشروبات بتاعتنا السخنه من غير اي سكريات نهائي، حتى لو ستيفيا وحتى لو ستال. عشان برضو في حد كتير سألني لو هاخد ستيفيا او ستال او كده. لا، نمنع تماما الحاجات دي. تمام؟ امتى هتحسوا بالجوع وامتى هتستسلموا للواقع وتروحوا تاكلوا؟ بعد 5 ساعات من الوجبة بتاعتكم، من 3 ل5 ساعات. ليه بقى؟ انتوا خلاص اكلتوا هون، وهتبتدوا بقى يعني خلاص اتعشيتوا بقى اوريدي مثلا الساعة 6. تمام؟ وهتبتدوا تصوموا مثلا الساعة 6. فهتبتدي بعد الاكل جسمك يبتدي يهضم في الاكل اللي انت اكلتيه. خلاص قعد يهضم 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 لحد ما خلص الاكل. بيهضم بقى في قد ايه؟ في ال3 ل5 ساعات اللي انا بقولك عليهم. اوريدي جسمك هضم الاكل كله وخلاص، ما عادش فيه اكل في معدتك. المعده بتقوم رايحه باعته اشارات للمخ وتقول لها انا جعانه، اكليني عشان عايزه طاقه. فاهمين؟ طبعا الاحساس ده لما بيجي لنا في الطبيعي بنقوم ناكل وندي للمعده اللي هي عايزاه، علشان ايه؟ ما نحسش بالجوع والكلام ده، فده طبيعي، عمرنا ما هنخس كده. فاول ما نحس باحساس الجوع ده، هو مش احساس صح، هو احساس كاذب من المعده للمخ ان هي اوريدي فضيت فعايزه تاكل تاني. لكن الاحساس ده مش بيبقى صح. يعني هنتجاهل الاحساس ده، واول ما هنحس الاحساس ده نشرب ميه كتير، نشرب مشروبات السخنه اللي بقولكوا عليها علشان نتجاهل الاحساس ده. ساعة ما المعدة مش هتلاقي حاجة تاخد منها مصدر الطاقة، أو الجسم يعني مش هيلاقي حاجة ياخد منها مصدر الطاقة خارجي، هيبتدي ياخد من مصدر الطاقة الداخلي المتخزن في جسمنا. وهو ايه؟ هو الدهون الموجودة في جسمنا، هيبتدي يحرق منها عشان يحولها لطاقة. فهمتوا نظام الصيام المتقطع ماشي ازاي؟ فهنبتدي وقت الصيام بتاعنا بعد 3 ل5 ساعات هنبتدي نجوع. في الفترة دي هنشرب مية، هنشرب مشروبات سخنة من غير سكر. هنفضل مقضينها مشروبات يعني لحد ما هنحس باحساس ما عادش فيه جوع تاني. هو خلاص، هو انت هتشربوا المشروبات دي يا دوب كده نص ساعة ولا ساعة، هتفضلوا تحسوا باحساس الجوع ده. بعد الساعة او نص ساعة دي مش هتحسوا بالاحساس ده تاني. خلاص اوريدي الجسم اخد اللي هو عايزه من جواه، من جوه نفسه، فمش بيبعت اشارات تانية. فاهمين؟ بعد برضو هتلاقوها بعد فترة شوية مثلا 5 ساعات تانيين او حاجة، برضو هيبعت اشارات تانية للمخ اللي انت بقالك فترة كبيرة قوي ما بعتليش اكل، بعتلي اكل حالا هموت. برضو تجاهل الاشارة اللي بعتها دي، هو هيبتدي يقعد يحرق لحد ما نخلص فترة الصيام بتاعتنا. كده نكون خلصنا فترة الصيام والجسم اخد اوريدي دهون قاعد يحرقها جامد. هنبتدي بقى نديله الاكل طبعا اللي هو عايزه بعد كده تاني يوم، عشان يبتدي برضو ياخد الاكل ده ويخزنه كطاقة. بس هو مش بيخزنه كدهون، هو بياخد الاكل بقى اوريدي اللي انت اكلتيه ده، بيقوم واخده عامله طاقة اوريدي، مش بياخده بقى يخزنه. امتى الجسم يخزن دهون؟ ساعة لما بنديله زيادة عن احتياجاته.
فاهمين يعني انتوا مثلا اكلتوا فطرتوا مرتين، اتعشيتوا مرتين، ومش عارفه اتغديتوا مرتين، وكل الحاجات دي الجسم لما بياخد زياده عن احتياجاته. يعني مثلا انتوا ليكوا 1200 سعر حراري في اليوم مثلا، على حسب انتوا تعملوا ان بادي وتشوفوا جسمكم محتاج كام سعر حراري في اليوم. انتوا مثلا ليكوا 1200 سعر حراري، لو دخلتوا له 2000 سعر حراري في اليوم، ساعتها ياخد ال 800 سعر حراري اللي انتوا دخلتوهم زياده دول يخزنهم كدهون في الجسم. فما ينفعش ان احنا ناخد اكتر من اللي جسمنا محتاجه علشان ما يخزنهاش كدهون. انما لو اخدنا احتياج جسمنا بس، ساعتها جسمنا هيحرق اللي هو اخده ده كطاقه، وهيبتدي بقى ياخد بقيه الطاقه بتاعته من الدهون المتخزنه في جسمنا. برضو من الحاجات اللي انا بنصحكم بيها ان انتوا تاخدوا فيتامينات او مكملات غذائيه وقت الدايت بتاعكم، علشان تعوضوا الجسم عن اي حاجه هو محتاجها للدايت دون، علشان برضو ما يتاثرش بشرتنا وما يتاثرش شعرنا وما يتاثرش اي حاجه في جسمنا بالدايت بتاعنا. تمام. فهناخد المكملات الغذائيه من مصدر خارجي، وبرضو هناخد من الاكل بتاعنا برضو الغذاء المفيد فيه. يعني بنحاول برضو على قدر الامكان ناكل اكل هيلثي. تاني حاجة برضو بنصحكم بيها ان انتوا لما تيجوا تفطروا الصبح ما تفطروش حاجة مسكرة على طول، علشان ساعات اول ما تفطروا حاجة مسكرة دي بيعلي نسبة السكر في الدم كتير جدا. فساعة ما بيعلى نسبة السكر في الدم بيوقف الحرق بسرعة، وبيخلي الحرق طول الجسم طول اليوم بطيء جدا. فاحنا نبتدي الوجبة بتاعتنا وجبة صحية كده من غير سكريات ومن غير اي حاجة نشويات او حاجة فيها ممكن تتحول سكريات او كده. ممكن نبتديها مثلا ببيض، ممكن نبتديها مثلا بجبنة، اي حاجة شوفوا انتوا بتحبوا ايه مثلا وكلوه، بحيث ان احنا بس نبتدي اليوم بتاعنا كده. ممكن بقية اليوم تلبخوا عادي براحتكم، لكن نبتدي يومنا تدي بس فرصة لجسمك ان هو ما يتصدمش اول ما تصحي من النوم كده تقومي مدياله حاجة مسكرة فجسمك بيتصدم اللي هو بيتلخبط. فاهمين؟ لا ادوله بس حاجة كده تقومه، تديله طاقة، تمشي بس معدتكم كده، وبعدين بقى ابتدوا لبخوا بقية اليوم براحتكم. فاهمين؟ من الحاجات برضو اللي كنت بعملها في الدايت ان انا كنت بشرب مشروبات بتساعد على الحرق. زي ايه؟ زي مثلا الشاي الاخضر، شاي الماتشا، الحاجات اللي هي الجنزبيل بالليمون، الحاجات اللي هي بتساعد على الحرق وبتعلي الحرق في جسمنا دي. انا كنت بحب جدا اشربها، وخاصة اول لما اصحى من النوم اخد لي بقى كوبايه شاي اخضر او شاي ماتشا او جنزبيل بالليمون ايا كان، يعني باخدها كده. وبرده الجنزبيل والليمون والحاجات اللي زي كده بشربها برده طول الليل، بس مش الشاي الاخضر عشان الشاي الاخضر فيه نسبه من الكافيين، او شاي الماتشا برده فيه نسبه عاليه من الكافيين، فده ممكن يسهر الناس. انا بالنسبه لي لو بشرب شاي اخضر او شاي ماتشا او ايا كان نوع شاي اصلا ما بعرفش انام طول الليل. فهو بس جاست الشاي الاخضر باخده اول ما اصحى من النوم وخلاص على كده. انما بقى الليمون بالجنزبيل الحاجات اللي زي دي باخدها بقى بالليل عادي براحتي، اللي هو بشرب براحتي، جسمي عارفه ان هو بيحرق اوريدي، فبيبقى حاجه حلوه يعني. عايزه اقول لكم برضو للامانه ان انا في جزء كبير من اللي خسيته كان تعب، مش كان بسبب الدايت. يعني كنت تعبانه، جاتلي فتره كده تعب ورا بعض ورا بعض ورا بعض في كل حاجه. تعب في معدتي، تعب بقى كتير مش عايزه اتكلم يعني، بس في تعب كتير قوي حصل ورا بعضه كده. ده خلاني انزل في الوزن جامد. يعني انا اصلا ما كنتش ناويه اوصل للشيب او الوزن دون، كنت ناويه مثلا اوصل 65، بس نزلت اكتر علشان كنت تعبانه اوريدي. المهم يعني برضه عشان الناس برضه ما تفتكرش ان انا وصلت ده بسبب الدايت يعني. بس دلوقتي حاليا ده بقى اللايف ستايل بالنسبه لي. مبقتش بقدر اكل حاجه بعد الساعه مثلا 8 9 بالليل كده، ما بقدرش احط حاجه في بقي، لو حطيت حاجه ما بقدرش استحملها برجعها يعني. فاللي هو خلاص ده بقى نظام بالنسبه لي، معدتي خلاص اتعودت على كده، اللي هو مش هتدخلي لي حاجه بعد الساعه 9 نهائي، ده خلاص كده. فاهمين؟ فاللي هو قدامي طول النهار كلي براحتك واعملي اللي انت عايزاه وروحي ويجي وتعالي، لكن بعد الساعه 9 ما تحطيليش حاجه. عشان كده هو هيبقى نظام هتفضلوا ماشيين عليه طول العمر، يعني بحيث ان انتوا برضو ما يعني خلاص حاجة اتعودتوا عليها، مش حاجة هتزهقوا منها. عايزة برضو اقول لكم حاجة، ان انتوا ممكن تاخدوا يوم فري في الاسبوع براحتكم لو انتوا عايزين. انا كنت باخد مثلا يوم الجمعة او يوم مثلا الخميس باخده فري، باخد بقى ماكدونالدز مش عارفة، بقعد البخ بقى في الاكل براحتي. بس كنت بصوم برضو، يعني كنت باخد اليوم فري، يعني باكل مثلا كل الاكلات الوجبات السريعه اللي في العالم، ولكن باجي برضو اصوم في ميعادي. يعني فاهمين؟ مش بفضل بقى اقعد اكل طول اليوم زي الحلوف. فاهمين قصدي ايه؟ لا، هو اليوم الواحد اللي كنت باخده ده مثلا كنت باكل فيه الوجبه السريعه اللي انا عايزاها، بس كنت بصوم برضو في ميعاد الصيام بتاعي.
وطبعا هتحددوا بقى الصيام بتاعكم على حسب نومكم عامل ازاي، مظبطوا نومكم وظبطوا حسب صيامكم. هقول لكم على برنامج اسمه بالعربي نظام الصيام المتقطع، هتلاقوه احمر كده وعليه دايره وفيه شوكه كده. هو ده البرنامج اللي انا بستخدمه، هو بينظم لي عدد ساعات الصيام بتاعي، وبيقول لي برضو ان انا افطر امتى، وفي نفس الوقت برضو بيقول لي انا جسمي بيحصل فيه ايه حاليا في وقت الصيام وكده. وبيديكوا كمان انجازات وبتاع، ان انتوا كل ما بتصوموا اكتر وكل ما بيفتح لكم اشارات جديده وحاجات زي كده. فبجد البرنامج حلو جدا. هحط لكم صورته هنا عشان برضو لو عايزين تنزلوه عشان تبتدوا الدايت. ويلا بقى خلينا نشوف كلكم خاسين كده ومبسوطين. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا هتبتدوا الدايت امتى وخسيتوا فيه قد ايه بعد فترة، علشان برضو تشجعوا الناس التانيين ان هم يعملوا دايت وينزلوا. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد يا حلوين. باي باي.